جماعة النهارده وانا بدور لقيت لوح كده بتتعمل بأجهزة قديمة، والمكونات اللي جواها شكلها جامد وفي منها أفكار كتير مختلفة، بس اللوحة الواحدة بتتباع ب20,000. فجبت دراع من أخويا وبرواز من أبويا وتعالوا نجرب نعملها، ولو عجبكم الفيديو هعمل نفس الفكرة مع أتاري قديم وأيفون حقير. وأول حاجة فكيت الدراع وشلت القطع اللي في الأول، وفكيت البوردة عشان أفضي كل حاجة، وقطعت كل القطع وفكيتها من بعض وشلت الزيادة منهم عشان ينفع يتثبتوا بعدين. والدراع نفسه جمعته تاني عشان استخدمه بالشكل ده، وغسلت كل القطع ونضفتها كويس، بس كده غالبا مش هتشتغل تاني. وعملت ديزاين بشكل اللوحة ومقاسات كل القطع بالظبط، وهسيب لكم الديزاين ده في الكومنتات عشان لو حد عايز يطبعها الوان ويعمل زيها. بس انا قصيتها بالكريكت على فينيل اسود وازرق علشان الفينش يبقى احسن من الطباعه بشويه واعرف اتحكم في المقاسات. فرغت الطباعه وقسمتها وثبت كل القطع في مكانهم لحد ما وصلت للشكل النهائي، ولزقت الورقه كلها علشان اعرف انقلها على اللوحه. وجبت البرواز وده مقاسه E3 وممكن تستخدم اي حجم قريب منه عادي، ولزقت فينيل ابيض على اللوحه كلها وفرغتها من الهواء وقصيت الزياده، وجبت الورقه علشان اثبتها بس لزقت في مكان غلط وقعدت اتخانق معاه كتير، وفي الاخر باظت. وكان المفروض استخدم ناقل مخصص للفينيل مش لزق عادي، ورحت عملت الحوارات دي كلها تاني بس ظبطت المره دي، وشلت اللزق من على الاكليريك وركبته في البرواز وثبت اللوحه، وبدات الزق كل القطع في مكانها بالظبط واثبتها عشان اللوحه تتعلق. وكل ما ثبت قطعه الشكل اجمالي كان بيظهر وطلع احسن من اللي تخيلته بصراحه. واخر حاجه ثبت البورده والدراع ولزقت زرار البلاي ستيشن في مكانه، وده كده شكلها في الاخر. وهدي اللوحه دي هديه لواحد من الكومنتات، عايز اعرف رايكم بجد واعمل ايه الفكره الجايه، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.